حبايبي انا نازله تمام، رايحه مشوار. عايزه اقول لكم على حاجه، دايما ما بعرفش انزل من غير ما بعملها في الصيف، بس بسرعه قبل ما اختي تيجي. تمام، قبل ما اختي تشوفني. اختي صعبه شويه في المعامله. عارفه انا ايه اللي مضايقني؟ اللي مضايقني ان انتي خفتي مني وما خفتيش من ربنا. ممكن مثلا الواحده تعمل غلط، تداري من مامتها، من باباها، من اخوها، ده مثلا تاخده علشان مامتها او باباها ما يشموش ريحتها وهي نازله، تاخده في الشنطه او في جيبها وترشه وهي على السلم او في الشارع. هي ربنا شايفك، بس انتي خايفه من مامتك او من باباكي ومش خايفه من ربنا. مش محتاجه اقولك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه، عليه افضل الصلاه والسلام، على اللي بتحط عطر وهي نازله الشارع. انا اللي مضايقني جدا يا ساره ان انتي خفتي مني انا وما خفتيش من ربنا. ربنا عينيه ما بتنامش لحظه، ربنا شايفنا في كل مكان، ربنا شايفنا في كل لحظه في اي مكان. فانتي خفتي مني انا وما خفتيش من ربنا؟ ينفع؟ بالله عليكم يرضيكوا الكلام ده؟ البنات اللي بتعمل حاجات ما ترضيش ربنا، او بترش برفيوم او بتحط مكياج وبتنزل تاخد ده وتعمله في الشارع علشان مامتها او باباها ما يشوفوش، مش خايفه من ان ربنا شايفك؟ صراحه يعني مش عارفه اقول لكم ايه. نو كومنت.